هو يا ترى هنشوف ورقة ب500 جنيه قريب ولا دي مجرد إشاعة؟ ده الكلام اللي انتشر الساعات الأخيرة، لكن الحكاية مختلفة تماما. خليني أقولك إن القصة بدأت لما صور لورقة ال500 جنيه انتشرت فجأة. ناس كتير قالت إن ده بسبب انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار، بس الحقيقة جت من مصدر رسمي جوه البنك المركزي المصري وقالها بشكل واضح. مفيش أي نية ولا حتى دراسة لطرح فئة ال500 جنيه حاليا. يعني كل الكلام اللي بيتقال عن طباعة ورقة جديدة مش حقيقي، والفئات اللي موجودة زي ما هي، من 5 جنيه لحد 200 جنيه، ومفيش تغيير فيها. طب ليه الناس صدقت الإشاعة دي؟ لأن بعد تعويم الجنيه في 2024 وسعر الدولار اللي عدى ال 50 جنيه، ناس كتير بدأت تفكر إن لازم يبقى فيه فئات أكبر، لكن القرار ده مش مطروح خالص دلوقتي. يعني مفيش 500 جنيه في الطريق، وكل اللي بيتقال مجرد كلام سوشيال ميديا ملوش أي أساس من الصحة. بس أنت شايف بقى إن مصر محتاجة فئات أكبر فعلا، ولا ده ممكن يعمل مشاكل أكتر في السوق؟